ازيكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان، معاكم ام محمود ابو العلا من قناة لقمة ولمة. النهاردة هنعمل الممبار مع بعض الجملي. طريقة سهلة وبسيطة. هتخلطي البصل مع الزيت وتولعي عليهم النار وتسيبيه لغاية لما يدبل زي ما انت شايفة. هتضربي الطماطم تضيفيها عليه، وهنضيف عليه البهارات بتاعته: كزبرة، فلفل اسمر، كمون، ملح، شطة. بتنزلي على الصلصة اللي انت عملتيها، هتضيفيه عليه وبتقلبي الحاجات دي. هي دي التوابل اللي انا بحطها على صلصة المحشي. دي تخديعة كانت عندي فانا ضفت دي على دي. واسيبهم بقى لما يغلوا مع بعض حبة كبيرة. انت بتسيبي الصلصة لغاية لما تكون صلصة زي صلصة المكرونة، علشان لما تحطيها على الرز ما تديكيش ميه، ما تعملش ميه. لو هي ناقصه في السوا بتاعها حبه هتلاقي الرز زي الميه. طبعا الخضار مخروط ومغسول كويس جدا، والرز مغسول. انا بضيف الخضار على الرز علشان خاطر الخضار بيبقى فيه زيوت طياره، فما بحبش احطه في الصلصه، بحب يبقى لونه اخضر حلو كده. هضيف طبعا عليه الصلصه. بتزودي الصلصه بتاعه الممبار شويه علشان تديكي طعم حلو. بتقلبي بقى ده كله في قلب بعضه، وتقلبي الرز تقليبه كويسه، وهيطلع بالمنظر اللي انت شايفاه. طبعا دي مصارين او منبار جملي مش عجالي. الجملي بتكون مكردنه، فبعبيها زي ما انت شايفه. وما تمليش المنبار، يعني ما تحاوليش ان انت تمليه رز، لان لو مليتيه رز ده كله هينزل في قلب الميه. هنا ملح وفلفل اسمر وبهارات 7 و3 معالق من الصلصة، علشان تدي الشوربة تديها لون كده جميل. ولما تضيفي طبعا الممبار تنزليه يستوي، يقوم ياخد الطعم من البهارات اللي انت حطاها. ما تحطيش مية وملح بس، لا، اخلطي بصلاية، حطي 3 معالق صلصة، حطي بهارات 7، بهارات اللحمة، بهارات مشكلة عندك، ضيفيها مع الملح. وتخلي المية تغلي الأول، وبعد كده انزلي بالممبار، علشان لو حطيتيه على ميه ساقعه الرز هيطلع من الممبار، مش هيستوي كويس وهيفضي الرز بتاعه. فلازم الميه اللي انت حطاها الاول تغلي، وبعد كده تنزلي عليها بالممبار. الممبار استوى معانا كده زي ما انت شايفه. هطلعه، تطلعيه بقى في صينيه، تطلعيه في حله بس تكون كبيره شويه، ما تسيبوهوش في حاجه مقفوله علشان خاطر البخار ما يكملش السوى بتاعه. عشان لاحظي ان انت لسه هتحمريه. وهنا الزيت زي ما انت شايفه، خلي الزيت يسخن قوي، وبعد كده انزلي عليه بالممبار. برضو ما تسيبوهوش كتير، علشان خاطر لو سبتيه في قلب الزيت وهو بيتحمر حمرتيه زايد هيطلع معاكي ناشف. لا، انت اديله بس التقليبه في قلب الزيت يديك اللون الجميل اللي انت شايفاه معايا. ما تنسوش تدعمونا في القناه بالشير وبالتفعيل الجرس، علشان خاطر يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تشتركوا في قناة لقمة ولمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.